السلام عليكم، هاني لاباس؟ نتمنى من الله تكون احوالكم طيبه. اليوم كتواجد مدينه طنجه، عوده ميمونه الى مدينه طنجه. ايوا ان شاء الله. بما انني في طنجه، سور الماغازين حله ديالو الجديده، نحاول نبارطاجي معكم سور الماغازين الحله الجديده ديالو ياك. وكذلك ما ننساكمش بالمعلومات القيمه اللي كما عودتكم. يلا خليكم معايا. كما كتشوفوا هذه هي الحله الجديده ديالو، الاصلاحات اللي دارت صراحه. المساحه بحال بانت كبيره، ولات المساحه الخضراء. نتوما تشوفوا المدافع جمعوهم هنايا جوج، وجوج عاوتاني داروهم ليا انا. داروا هاد الكراسي جبتو عليهم الناس. هانتوما اديني انت حامل، اديني انت مره خايف، اديني حامل، اديني ياخدوا تصاور سيدي كريمه. باقي الاصلاحات هنايا الصراحه، ولكن ولا زوين تبارك الله. مدينه طنجه باش كتعجبك، ممتازه. المدن المغربيه النقاوه الصراحه، عندهم ثقافه في الدم، النقاوه عندهم. ايوا كما كتلاحظوا هذه هي طنجة، وهذا هو سور الماغازين. واحد السفينة كتسمعها ان شاء الله. ما كتشوفوا هنا راه باقي الاصلاحات. من دفع اخرين هما دايرينهم هنايا، جمعوا جوج ليه هنا جوج. وكذلك داروا هاد فيها معلومات علاش تسمات بسور الماغازين. تعد المدافع الموجودة في ساحة فارو بمدينة طنجة من أبرز المعالم التاريخية التي تتعكس طابع عسكري للمدينة عبر العصور. وتعد هذه المدافع إلى فترة مختلفة من تاريخ ديال طنجة، خصوصا خلال الاحتلالين البرتغالي والإنجليزي ما بين القرن الخامس عشر والسابع عشر، حيث كانت المدينة محصنة بشكل كبير للدفاع الساحل ضد الهجمات البحرية عبر استرجاع طنجة من طرف السلطان مولاي إسماعيل سنة 1684. واحتفظت هذه المدافع بمكانتها كجزء من البنية الدفاعية للمدينة. موقعها الاستراتيجي المطل على مضيق جبل طارق جعل من هذه الساحة فارو نقطة مراقبة مهمة. ومع مرور الزمن أصبحت المدافع رمزا للمقاومة وموروثا تاريخيا يستهوي الزوار السياحة الأجنبية، خاصة لما توفره الساحة من المناظر الخلابة والرائعة ومشهد البانورامي للبحر.
في مدينة طنجة وفي هاد البلاصة اللي كيلتقى فيها البحر مع التاريخ. هاد الساحة الزوينة بزاف اللي كيطل على هاد البحر الزوين، كيطل على الساحة ديال فارو. وهاد الساحة جاية فوق واحد العلو حدا القصبة، كتشوف مباشرة على المحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق. من هنا كيبان البحر قدامك واسع، والمنظر ديالو الزرق اللي تحس به واحد الهدوء ديال المكان. من هنا كتمر السفن وكتشوفها من بعيد. ساحة فارو ماشي غير بلاصة كتجلس فيها، هي متنفس وفضاء للراحة، وكتعكس جمال طنجة والروح القديمة. قدام ساحة فارو كاين سور ديال المغازي، وهو واحد السور قديم عنده تاريخ كيجلسوا فيه الناس، خصوصا الشيوخ الكبار المسنين، باش يتفرجوا في البحر ويتأملوا الجمال سبحانه وتعالى، ويتأملوا داك الخضورة وداك البحر الزرق. ومن هنا جا الاسم ديال سور المغازين، يعني الناس اللي كيتعكسوا كيستمتعوا باللحظة. قريبا من الساحة كاين ضريح بن بطوطة. هاد السيد هو واحد من أكبر الرحالة في العالم، زاد في طنجة، ومن هنا بدات الرحلة ديالو اللي دار به بالبلدان العالم كامل.